اولى يا بنات اعمل علبة ايس كريم بالمانجا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. كيلو من الايس كريم ب20 جنيه بس. انا بصراحة مش مصدقة. قال عايزين 100 جنيه قال يجيبوا ايس كريم عشان إيه؟ ان شاء الله ده انا عملت لهم علبة كيلو وبالمانجا وحاجة كده اصلي بقى وحاجة نضيفة. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله ملمسه كريمي جدا بجد يا بنات. ده تحفة تحفة. هتجربوه ان شاء الله وهتكتبوا لي في الكومنتات. كل الكمية دي ب20 جنيه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا ايه بالظبط. هنعمل الايس كريم الخطير ده. بصوا بقى، اول حاجة كده انا كان عندي هنا منجيتين. يعني عندنا في الفريزر معظمنا ممكن تلاقي لسه عنده المانجا دي من السنة اللي فاتت. تمام، كنا مخزنينها رمضان. ما عندي كيش هقولك على البدايل في الفيديو. بص هنا انا بوريك ان المانجا كانت متلجة وايديا بقشرها هنا بالعافية منها. اول حاجة هاخد بس منجيتين كده هقشرهم بالشكل ده. تمام كده، لازم يكونوا متلجين. وهبدأ اخدهم بقى اقطعهم كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. لازم واحنا بنقطعها زي ما انتوا شايفين كده تكون مجمده. يا اما لو قطعتوها قبل ما لو هي سليمه يعني المانجا طبعا احنا عشان داخلين على الصيف وخلاص هتظهر بتتفعص في ايدك كده وبتهدري منها كتير قوي. لكن لما بتبقى ساقعه كده ومتلجه بتدينا نتيجه حلوه قوي. طيب عندنا هنا بقى يا ست الكل كيس كريم شانتيه بالشكل ده ب20 جنيه جايباه من السوبر ماركت. ابدا احطه كده على المانجا كده في قلب الكبه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ انزل عليهم ب3 ل4 معالق من السكر. والسكر هنا ليكي اختياري ويستحسن يكون السكر يكون حبيباته رفيعة جدا سنترفيش بس يكون ناعم يا اما سكر بودرة. تمام، وهتبدأي تضربي بقى كويس قوي بالشكل ده الايس كريم المانجا مع الكريم شانتيه. طيب بصي بقى يا حبيبة قلبي، عندي هنا حوالي من 3 ل4 معالق من الحليب علشان بس ايه يشغل معانا الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وتبدأي ان او حوالي ربع كوبايه يعني من الحليب. طيب انا هنا حسيت ان ما شاء الله بدأ يعلى معايا والكبه ما كانتش هتكفي معايا. حطيته في بوله واسعه بالشكل ده وبدأت اجيب بقى عشان اعزز اللون كده واخلي لونه زي لون المانجا. في الاول هبدأ ان انا عندي هنا لون طعام اصفر وده اختياري ليكي براحتك. كده كده المانجا والطعم وكله تمام بس عشان خاطر ايه يعني العيال بقى واللون وكده. فبدأت ان انا حطيت كده حوالي معلقه صغيره. بصوا هنا ما شاء الله القوام يا بنات فظيع كريمي جدا ومطاطي جدا وحاجه كده. عارفين انتوا ايس كريم كده اللي بيجي اللي هو الحاجات النظيفه الغاليه اللي تلاقيها كده بتمط معاكي كده وانت بتاكليها تحفه بجد. هبدأ زي ما انتوا شايفين عززت اللون هنا وبدأت اضرب فيه بقى بالمضرب لحد لما ما شاء الله عمل الكميه زي ما انتوا شايفين. دي العلبه دي عندي بتشيل كيلو من الايس كريم ما شاء الله. طبعا انا هنا اتصدمت جيت بفتح العلبه لقيت حد ايه مستولي عليها. بس يلا الف هنا وشفا. بصوا بقى هبدا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو الولاد ما بيستنوش على الحاجه. هبدا هنا بقى اعبي الاطباق بتاعتي بولات الايس كريم بالمانجا بالشكل ده. يا رشا احنا ما عندناش مانجا مفرزينها في الفريزر تستبدليها بايه؟ هتستبدليها اللي هو جيلي المانجا. تمام كده. طيب بصوا بقى هنا عايزه اقول لكم خطيره بجد. خطيره يا جماعه بجد وملمسه جميل جدا. طعم المانجا عارفين انتوا بقى طبعا دي مانجا بقى اصلي. الريحه بقى كانت قلبه الدنيا والطعم وكانت بصراحه وحشانه يعني. خطيره وملمسه جميل جدا. اعملي لي الولاد ان شاء الله هيعجبك جدا. متنسيش لايك وشير.